هلو هلو، عاملين ايه؟ زي ما انتم عارفين، جزء من الكورس بتاعنا اللي بنتكلم فيه عن تقديم المنح خطوة بخطوة، معانا اكزامبلز او امثلة لبنات وولاد كانوا مكانك او مكانك في يوم من الايام، وبنسألهم ازاي رحلتهم كانت في التقديم على المنح وازاي اتقبلوا. والنهارده الانترفيو ده استثنائي جدا، لان لو انت بنت صغيرة 15 ل 17 سنة شايفة ان حياتك ما فيهاش حاجة كبيرة قوي لدرجة انك تاخدي منحة، مش متخيلة إنِّك ممكن تسافري قارة تانية لوحدِك وتدرسي حاجات عن التكنولوجي، فعايزة أورّيكِ المثال اللي معانا النهارده. معانا ملك، هاي ملك، هاي. عاملة إيه؟ الحمد لله كله تمام. ملك عندها 15 سنة وسافرت في منحة Tech Girls اللي بتقدمها السفارة الأمريكية، اللي بتساعد أي بنت من سن 15 ل17 سنة تدرس لمدة 3 أسابيع في جامعة فيرجينيا تك، وتعرف أكتر عن مجال التكنولوجي دلوقتي. كمان الانترفيو ده هيبقى معانا حد مميز جدًا، لإن في الفترة دي الأهل وتدخُّلهم وتشجيعهم لينا مهم جدًا. فمعانا مدام آية والدة ملك هتحكي لنا الsupport اللي قدمته لملك ده في الفترة دي كانت عاملة إزاي. أهلًا بحضرتك. اهلا بيك يا ملك، أنا عايزة أبدأ معاكِ، احكي لي مين البنوتة اللي قاعدة قدامي دي؟ هاي، انا ملك عندي 15 سنة في مدارس عربي و national system عادي. آه انا بدأت آه يعني اجرب حاجات بعيدا عن مدرسة والدراسة وكده من لما كان عندي 12 سنة. بدأت اول حاجة خالص بالانجلش، كنت باخد كورسات وكده. مثلا وانا في الاجازة مش بعمل حاجة، يعني قاعدة فاضية، فكنت باخد مثلا كورسز انجلش. بعدين ماما برضه يعني هي اللي بدأت معايا وقالت لي كان في مبادرة أشبال مصر الرقمية. اهم. اللي ف بتعملها وزارة الاتصالات؟ اللي بتعملها وزارة الاتصالات، برضه مع شركة Udacity. فأنا ما كانش عندي أي خلفية، بس قُلنا هنجرّب يعني مش هنخسر حاجة. فأنا بدأت Light 1 لإن أنا ما كانش عندي أي خلفية خالص، فكان يعتبر حاجة بسيطة كده عشان بس أبني الأساس بتاعي في البرمجة. بعدين من ساعتها واكتشفت إن أنا باحب البرمجة أوي، وإن هي مع إن هي كانت بالنسبة لي صعبة، بالذات إن أنا يعني كان عندي 12 سَنة وباحاول أفهم بقى يعني إيه برمجة والكود ومش عارفة إيه وكده. بس اكتشفت إن أنا باحبها حتى لو هي صعبة، فأنا باحاول إن أنا أفهم إيه اللي بيحصل، وباحاول إن أنا أجرّب حاجات يعني أكتشفها أكتر. فمن ساعتها وأنا كمّلت أكتر، يعني كنت مكمّلة في track البرمجة ده لحد دلوقتي. 3 لأ. سنين، دلوقتي ده مش كتير، يعني بقى لِك 3 سنين. آه. بس هي حاجة أنا باحب أعملها أوي يعني، وأكتر حاجة باحب أقضّي فيها وقتي عامةً. فأخدت يعني لسه لحد دلوقتي مكمّلة في داسي. وأخدت برضه courses تانية في Python، لغة برمجة. يعني هي دي لغة برمجة كان بيتعلّمها أي حد يعني هو حابب إن هو يبدأ في البرمجة. أوكي. فأنا بدأت بPython برضه. وبعدين يعني سمعت عن مجال اللي هو الروبوتات بقى إن إحنا نعمل سمعتِ إزاي؟ يعني شُفتيه فين؟ أخدنا بعد ديسي أخدنا في ماما حافظة أكتر من ملك. بعد دلوقتي دخلت إيه؟ بعد يعني إحنا هي ديسي بتاخد طول السنة وبيدّوها 3 شهور أجازة زي أجازة المدرسة العادية، فقدّمت لها في حاجة تبع iSchool. آه. تمام. قُلت لها تعالي بقى شوفي يعني بلاش بايثون على طول، شوفي حاجة تاني في لغات البرمجة، جرّبي شوفي أنتِ يعني المجال نفسه فيه كذا حاجة أو فيه كذا track، فأنتِ جرّبي كل حاجة لحد ما تشوفي نفسِك أنتِ يعني إيه اللي حابّاه أكتر أو إيه اللي حابة تتعمقي فيه أكتر. فأخدنا في iSchool وأخدنا Mind Valley. في Mind Valley، يعني إمم. أخدت في iSchool كورس، بعد كده أخدنا في Mind Valley. برضه قعدت درست إيه في Mind Valley؟ هو Mind Valley أنا أخدت Python، بس كان يعني هُم يعني كانوا more مركّزين details أكتر أكتر على يعني. اهم. يعني اللغة. أنتِ بدأتِ تركّزي في كورسات البرمجة آه. وتتعمقي في اللغات إحنا بتاعتها. آه. ركّزنا على حاجتين، البرمجة والEnglish، أوكي. لإن هي already كانت في من وهي مدارس صغيرة. في مدارس عربي يعني عادية، فمش يعني الEnglish مش أحسن حاجة، فقُلت لها هو الأساس عشان لو حبيتِ تقدّمي على أي حاجة بعد كده هيبقى الEnglish ومعاه الحاجة اللي أنتِ مهتمة بيها. أوكي، خدتيها إيه كورسات؟ كانت بتاخد كورسات وبعد كده خلّيتها بقى حاجة private كده. المستر اللي كان بيدّيها فهّمته، قُلت له: "بُص هي يعني أنا عايزة أدّيها الIELTS." قعد يقول لي: "هي لسه سِنّها صغير." قُلت له: "أنا مش مستعجلة، بس عايزين نعمل لها يعني زي preparation أو إنها تاخد الموضوع بأريحية، لإن الIELTS صعب وهي مدارس عربي، فمش عايزة إن أنا أقعد أضغطها مع الدراسة مع مش عارفة إيه، وفي سنين بتبقى مثلًا زي تالتة إعدادي، فمحتاجة إنها تركّز أوي في المدرسة عشان طبعًا الدرجات بتاعتها وكده." قُلت له: "أنا عايزة الموضوع يعني يمشي بأريحية مش مستعجلين يعني." اهم. فبقينا بناخد مثلًا حصة في الأسبوع يوم الجمعة ساعتين،
بس ما كانتش عشان بتاخد الانجليش عشان اوكي الانجليش بس جنب كورسات البرمجه جنب كورسات البرمجه. وقعدنا كده 3 سنين وقعدنا كده وبعدين من يعني احنا قدمنا في ديسي من 6 ابتدائي، ابتدت بقى من 6 ابتدائي وهي بتاخد بقى فيها ماشيه في التراك ده. اوكي عايزه اقول لك ان الانجليش نقلها يعني البراكتس بتاعه وانها استمرت نقلها نقله كويسه جدا في الانجليزي بتاعها وفي انها تعرف تقدم مثلا على حاجه او تعرف تتكلم او تعرف تبقى البرمجه نفسها بقت بالنسبه لها اسهل شويه لانها كل الاكسبريشنز اللي فيها وكده كله انجليش. صح. بس فبقينا ماشيين في التو تراكس مع بعض الانجليش والبرمجه. مايند فالي فضلت بقى مستمريه معاهم فتره كبيره، ودخلت مسابقه كوديفر، جابت مركز تاني. بس دي المسابقه يعتبر اللي احنا دخلناها اللي احنا حلو دخلناها. حلو قوي بس قعدنا جت في سنه تانية اعدادي. هو انا بصراحه انا يعني انا اللي متابعه ملك حاتم ودكتور عمرو دكتور رمضان. عمرو طبعا بس فقعد يعني انا كنت بسمع يعني انا سمعت منك انت عن منحه اشبال مصر الرقميه فرحت بقدمها لها فيها و The Junior Academy برضه. وجونيور انت في جونيور اكاديمي اكاديمي وجونيور اوكي اكاديمي عن طريقك انت يس عن طريق دي ملك منحة حاتم. للطلبة من سن اه 13 ل 18 سنة بيتعلموا حاجات عن STEM ساينس تكنولوجي والانجينيرنج والماثيماتكس وبيقابلوا هناك طلبة من العالم كله دي اه برضو اوكي دي عرفناها عن طريق ملك وكمان حاتم. كمان الجونيور هي اكاديمي قدمت يعني انا استفدت فيها قوي في حته الريسيرش. يعني انا حاسه ان انا قبل جونيور اكاديمي كنت عارفه يعني ايه ريسيرش بس عمري ما جربت. صح هي فكانت بتغير البني آدم دي بجد حقيقة لانها كمان يعني عامله سكيدول فانت عارفه بتروحي امتى عندك مثلا الانترفيو الساعه كذا عندك ماما يعني متابعة ماما متابعة كل حاجة فهي يعني جونيور اكاديمي بصراحه برضو ظبطت يعني عرفتها يعني ايه مثلا تكوني ملتزمه ان عندك حاجه مش لازم يكون حد واقف فوق دماغك او صح انت بنفسك عارفه مسؤولياتك وعارفه ايه اللي عندك الساعه كذا فلازم هقوم بدري الساعه كذا هظبط يومي هظبط دروسي كده. جونيور اكاديمي برضو من الحاجات اللي افادتها جدا. يعني السوفت بس سكيلز كمان او السوفت سكيلز وان فيها انا كانت انها يعني كونكت مع ثقافات مختلفة دي حاجة مش سهلة انها صح تعرف ان مثلا تجتمع مع ناس وتوقيتات مختلفة مثلا وكالتشر مختلفة ومايند سيت مختلف انها تقدر تكونكت مع ناس دي في حد ذاتها يعني مهارة محتاجة انها تتعود عليها. جونيور اكاديمي بصراحة برضو يعني من الحاجات اللي افادتها جدا. بس جينا بقى بعد ما خلصنا كوديفر المسابقة، دكتور عمرو نزل حاجة اسمها أكاديمية أكاديمية المنح. المنح بس فقلت لها مالك تقدمي قالت لي ماشي قلت لها طيب خلاص يلا على بركة الله نقدم. المهم قدمت وعملوا لها الانترفيو كده طبعا كان بسبب الانجليزي فطبعا صح تقابلوها بسرعة فاتقبلنا بسرعة وخدت بارشل سكولر سكولرشيب. طبعًا مش عايزة أقول لِك بقى يعني أكاديمية المنح غيّرت بقى فيها جدًا، لإنها بتتكلم more details عن المنح وتفاصيلها وأنتم ممكن تفكّروا إزاي، ودكتور عمرو بيتكلم يعني مش بس عن المنح الدراسية، لأ عن كل حاجة، يعني حاجات خاصة بالعمل، حاجات مثلًا ماجستير، أي internship أي برنامج تدريبي مش لازم يكون عشان تدرسي يعني تدرسي بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه لأ، عمومًا يعني. فبقيت بقى أنا اللي متابعاها شخصيًا. أخدت أكاديمية المنح وبعد كده يعني كانت كويسة ماشية في الtrack بتاعها ممتاز يعني. جُم قالوا لنا في حفلة تخرُّج، مش عارفة اوكي إحنا من المنيا من الصعيد يعني مش عارفة حفلة التخرُّج كانت فين؟ كانت في الإسكندرية. اسكندرية راحت ملاك قالت لي: "يا ماما نروح." قُلت لها: "يالّا بينا يالّا بينا نروح." بس رُحنا بقى حفلة التخرُّج في إسكندرية عايزة أقول لِك كانت مُبهرة. مُبهرة لإنها شافت بعينيها بقى أمثلة لبنات ويعني صبيان وبنات وناس يعني بجد أنتِ تشوفي المجتمع ده حاجة يعني حاجة فعلًا تخلّيكِ كده مبسوطة. ناس قد إيه هم يعني open minded وناس قد إيه عارفين هم بيعملوا إيه وبيفكّروا إزاي، ومش معنى مثلًا إن هو ما دخلش حاجة دخل حاجة تانية يبقى كده نهاية الدنيا أو نهاية العالم لأ، ده في ناس فيهم خدت مِنَح وهُم صغيّرين وهُم في الجامعة وهُم بعد ما خلّصوا، في ناس ما اتقبلتش في مثلًا في 10 مِنَح قدّموا فيها واتقبلوا في حاجات تانية خالص، وفي ناس جات لهم بدل الحاجة حاجتين، فتحسّي إن أنتِ اندمجتِ في عالم أنتِ يعني إيه ده هو في ناس كده، إيه ده هو في ناس بس أنا ممكن يعني عايزة أقطع حضرتك ثانية واحدة اتفضلي. أنتِ ما قُلتلهاش لأ اسكندرية بعيدة لأ، لأ أنتِ هتقعدي جنبي لأ لا، حضرتك رُحتِ معاها ده أنا رُحت دي في حد ذاتها أمهات كتير أوي مش بتفكّر لأ، فيها هو لازم هي يعني البنت أو خلاص عايزة تدخّليهم الفكر ده أو عايزة تخلّيهم يدخلوا مجال المِنَح، لازم هُم يجرّبوا بنفسهم، عشان يدوقوا حلاوتها، لمّا يدوقوها أو يعرفوا هي قد إيه ممتعة
هم اللي هيبذلوا مجهود، احنا بقى تلاقينا ايه، مش هم اللي هتلاقيهم بيجروا ولا حاجه، مش احنا بس. انت لازم يعني تعملي البوش الاولانيه دي، او يجربوا الحاجه، وهتلاقيهم هم بعد كده الدنيا مشيت معاهم. يعني انت ما كنتش تقعد تقول لها ذاكري مش عارفه ايه لا اعملي، انت بقول، كنت لا بقول بتقولي بصراحه اوكي ذاكري ماشي خلاص، مش ما عشان بتقولش. اتوقع ان حضرتك ما بتقوليش، بس لا ماشي. لا بقول ذاكروا، بس انا من يعني ايه، انا فكري مش الطالب ان هو يبقى ايه، لا لازم تجيب 100 من 100، لا انت لازم مش عارفه الكتاب تبقى حافظه من الجلده للجلده. ده مهم، مش حاجه هننكرها، بس هو ما فيش انسان كامل في كل حاجه. يعني لو انا اهتميت بالجانب التعليمي بس، طب والجانب مثلا الاجتماعي والجانب الديني والجانب مثلا الرياضي، كل الحاجات دي بتعمل بالانس في شخصيتهم عموما. مش ان انا ايه يعني، مش عايزه ابني او بنتي يبقوا شاطرين قوي في المدرسه، ومثلا هم مع اصحابهم يعني سوري مش حلوين، مش عارفين يعملوا علاقات، مش عارفين يعملوا مع قرايبهم، مع الناس يعني في الشارع. لازم يبقوا يعني يبقى شخصيتهم فيها توازن، او هي باكج على بعضها، صح. مش يبقى شاطر في حاجه ويعني بليد في حاجه وبليد، تانية. او يعني مش كويس في حاجه تانية. لا فهي يعني، وبعدين الاحتكاك مع الناس والاحتكاك في التعامل هو ده اللي هيبنيهم، هو ده اللي هيخلّيهم يعرفوا إزاي يتعاملوا بأخلاقهم، بدينهم، بأدبهم، بثقافتهم، بعاداتهم وتقاليدهم. مش معنى مثلًا إن إحنا رُحنا بلد تاني يبقى لأ، إحنا يعني هننسى عاداتنا وتقاليدنا، أو هننسى ديننا، أو هننسى اللي إحنا لأ، بس بالعكس، ده أنتِ اللي بتجذبي اللي قدّامِك بتصرفاتِك صح. وبأخلاقِك وبقيمِك. امهات بس كتير ما بتفهمش ده، لا، اللي هو لأ، هي ازاي تسافر لوحدها، دول لا، هيغيروا فيها، انا مش عارفه هي لأ. ترجع لي عامله ازاي. ما هي هترجع لِك عاملة إزاي، هي هترجع لِك بالحاجة الكويسة لو إحنا معرّفينها إحنا مسافرين ليه. صح. إحنا مش مسافرين عشان خاطر إحنا نغيّر إن إحنا مصريين، أو نغيّر إن إحنا عرب، أو نغيّر إن إحنا لأ، إحنا مسافرين عشان ناخد الجانب الإيجابي ونطوّعه باللي يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا. فهي الفكرة في كده. لمّا رُحنا لحفلة التخرُّج، هي شافت ناس مُبهرة، بنات أنا كنت قد إيه فخورة بيهم. at least أنا كنت باقول لها أقل واحدة فيهم، باتكلّم بصفة شخصية عن البنات عشان عارفة إن موضوع إن البنات تسافر ده حاجة يعني، بس أنا بصراحة مش ما عنديش النقطة دي. احسن حاجه والله. بس at least سافروا كل بنت مثلًا دولتين، 3، اللي هم يعتبروا ما سافروش حاجة، وناس أخدت مِنَح وهي صغيّرة، وناس أخدت مِنَح في الجامعة وقعدوا مثلًا semester كامل، وناس وقّفت الجامعة، يعني أخدت سَنة جاب. gap اه. كده gap year، وسافرت تطوُّع في مهم. بلد تانية، قعدت سَنة كاملة. عايزة أقول لِك يعني برضه قصة التطوُّع ده من الحاجات اللي بتغيّر يعني لو إحنا هنقعد نربّي سنين، التطوُّع ده برضه بيربّيهم معانا، بيخلّيهم هم قد إيه يبقوا مختلفين، وقد إيه عارفين يعني يبقوا مرنين في التعامل، وعارفين يعني إيه نساعد الناس، ويعني إيه نتقبّل الآخر، ويعني إيه أنا ممكن أتحط في نفس موقف اللي قدّامي. فدي كلّها أنتِ بتبنيها بس بالتجربة، مش بس بالكلام. صح. صح. بس فطبعًا شافت فرُحتوا وكنتوا هناك وشافت الأمثلة قدّامها. وشافت دكتور عمرو. إحنا قدّمنا، أنا لمّا أنا كنت متابعة دكتور عمرو، فكان بينزّل دايمًا فيديوهات كده عن البرامج التدريبية، مش حاجات خاصة بالدراسة، لأ برامج تدريبية عمومًا يعني، اهم. زي aspire، مش عارفة tech girl، كام حاجة تاني كده، فكنت متابعة الفيديو، فكان منزّل فيه excel sheet، فقعدت بقى أشوف الexcel واحده sheet بواحده ايه اللي ينفع واحدة لملك. بواحدة إيه اللي ينفع مع ملك. لقينا أول واحد tech girl. فدخلنا على الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك، وقعدت بقى هي ما كانتش بتتابع بصراحة يعني، أنا اوكي. اللي بقيت باتابع. أول ما فتح، قُلت لها: "يالّا يا ملاك بقى هنقدّم." طبعًا هي كانت إيه، زي ما بتقول يعني أنتِ في يا حاجة ماما هيختاروني انا يا ماما. كنتِ أنتِ خايفة ساعتها، كنتِ حاسة إن أنتِ مش الشخص المناسب؟ ما كنتش خايفة على قد ما أنا بس ما كنتش حاسة إنها مش يعني إن النتيجة اللي أنا عايزاها غالبًا مش هتيجي، لإن Tigers معروفة إنها منحة يعني صعبة أوي إن حد يتقبل فيها، خاصةً إن هُم بيقبلوا 3 بنات بس من أصل مثلًا من مصر، 3 بنات من مصر. 3 بنات من كل دولة يعني اهم. من مصر، فمن أصل مثلًا مئات بنات بيقدّموا، فأنا ما كانش عندي توقعات عالية أوي يعني، ما كنتش حاطة في دماغي حاجة، بس أنا قُلت إن أنا يعني هاقدّم وهاجرّب يعني حتى لو أنا ما اتقبلتش. دي أول منحة تقدّمي عليها. آه، أوه! آه. أوكي. لأ دي تعتبر التانية، يعني أول منحة برّه مصر. أول منحة برّه مصر، لكن أوكي هي برّه إحنا مصر. في اتقبلت أكاديمية المنح. في أكاديمية المنح، وفي أشبال مصر الرقمية. أشبال مصر. بس دي اللي دي اتقبلت فيها. أول واحدة برّه دي أول مصر، أنتِ دي واحدة. واحدة نشّنتِ برّه مصر. على الصعب على طول. أيوه. بُصّي إحنا برضه يعني إحنا في المنيا، مش هاقول لِك صعيد أوي، بس برضه ما عندناش نفس الopportunities اللي موجودة مثلًا في القاهرة، في صح. إسكندرية، في الحاجات دي. بس على اللي إحنا عملناه ده لأ، أنا شايفة إن إحنا قطعنا معاها شوط كبير صح طبعًا يأهّلها جدًا. لأي حاجة.
يعني صح. الانجليش كان مستواها فيه كويس جدا بعد ما يعني حتى بعد ما دخلت اكاديميه المنح كان مستواها كويس جدا وقدرت انها تبقى مواكبه معاهم والامور تمام. البرمجه كانت برضو يعني كويسه فيها فالامور بالنسبه لها تمام. قلت لها لا انت كده الانجليش جونيور اكاديمي، اشبال مصر الرقميه، كوديفر، اي سكول، مايند فالي، كل ده ما انت بتجربي فهم عارفين ان انت حد اكتف مش قاعد ومستني طب هشوف بس المنحه دي، طب هعمل كذا، طب هسوي كذا. قلت لها انت اصلا سنك صغير فانت مش مطالب منك ان يبقى عندك اخترعتي الضرة. يعني انت لسه يعتبر مش ما عملتيش حاجه، بس احنا لسه في البدايه على ان انت تبقي عملتي كل ده. لا هي حاجه بوزيتيف جدا وحاجه كويسه ان انت في السن ده وقادره تعملي كل ده. اوكي. وقدمته. وقدمنا. جت بقى وايه اللي حصل؟ المفاجاه. اقول انا ولا تقولي انت؟ بقت شورت احنا ليستد. يعني عندها انترفيو. الشورت ليستد ده يعني هم كل الابلكيشنز اللي في مصر كلها اللي قدمت اختاروا صفصفوا منهم منهم شويه. ال10. مهم. 10 بس. رحنا بقى شورت ليستد. ايه ده معقوله؟ كنا طبعا طايرين من الفرحه. قلت لها كون ان انت وصلتي للشورت ليستد ده دي حاجه ممتازه. صح. يعني ده في حد حتى لو ما اتقبلتيش في منها فده في حد ذاته انجاز. بس رحنا بقى الانترفيو. كملي بقى. بس وحضرتك جيتي معاها القاهره برضو الانترفيو؟ انا معاها. يا خبر. احنا سوا يا ملك. بس فوقت الانترفيو يعني هو انا اصلا لما جالي الايميل بتاع ان انا شورت ليست ده انا يعني فضلت بص على الايميل كده وما كنتش مصدقه، يعني قعدت اقرا كذا مره كده وحسيت ان هو يعني ايه يعني هو ايه في ايه؟ بجد. اخترتوني في الاخر، ما طلع عندها حق. بس فبعدين قالوا ان هو موضوع يعني كان عندنا انترفيو في السفاره وكده بس واليوم ده يعني برضه يعني ايه، هي المشكله ان انا كنت يعني بقدم على تيك جيرلز وفي نفس الوقت انا كنت في ثالثه اعدادي، يعني وقت ما يعني امتحانات بقى مم. يعني خلاص أوكي. بتبتدي ومذاكرة تظبط بقى الدنيا وكده. يعني. بس قلت لماما، يعني ماما عرفت برضو كده وقلنا خلاص هنروح الانترفيو. فرحنا الانترفيو في السفارة يعني رحنا في السفارة وكده، فأنا كنت متوترة شوية بقى اللي هو رايحة السفارة لوحدي وأصلا سفارة كبيرة قوي والدنيا بقى يعني الحراسة ليها يعني رهبة يعني الموضوع خايفة كان فيه رهبة شوية. والانتظار قبل الانترفيو والناس اللي قبلي متخيله جدا. وخلصتي الانترفيو؟ خلصت الانترفيو كان لذيذ قوي قوي بجد، يعني هم مقدرين فكرة ان احنا صغيرين، فبحس الانترفيو ما كانش حاجة ان هم بيحاولوا يضغطوا عليكي. ما بيحاولوش ان هم يضغطوا عليكي او يسألوكي اسئلة رخمة مثلا. بالعكس انا حاسة ان هو كان زي مثلا احنا دردشة كده. مش هينفع نقول اسئله الانترفيو يعني دي كونفيدنشال، بس الموضوع ما كانش بس كان لذيذ. الانترفيو كان لذيذ وعادي وهم لطاف خالص وما بيضغطوش عليكي عادي يعني. بس بس انت طلعتي كانت طالعه بصي بتعيط بجد. ليه؟ كنت متوتره شويه، بس انا كنت متوتره عشان يعني كان اول انترفيو ان بيرسون، يعني اول مره في حياتي اعمل انترفيو بقى وش لوش وكده. ف طلعت وانا يعني كنت متوتره، ومن التوتر انا نسيت الاجابات اللي انا قلتها، فانا ما كنتش عارفه اللي هو طب انا قلت حاجه يعني كويسه ولا لا. اوكي. فطلعت وقلت لماما، يعني كنت ماسكه نفسي كده بالعافيه، بعدين رحت طلعت وماما قالت لي انت عملتي ايه؟ خلاص بقى. اوكي. وخلص الانترفيو وسكتوا اختفوا. قعدوا بقى قعدوا فتره وقفوا عشان يعني احداث في امريكا الاحداث اللي حصلت. والرئيس وكده قالوا ان هو وقف كل الفيز وكل الفاينانشال ايد اتوقفت، يو اس ايد اتوقفت وكده. فقلت لها بس خلاص يا مش مشكله وصلنا شورت ليستد الحمد لله. مفاجأة احنا اصلا تاني يوم العيد الساعه 7:05 الصبح. ماما اللي عايشه التجربه، فاهمه؟ مش مالك، ماما اللي عايشه التجربه. فبفتح الموبايل الصبح لقيت ايه ده، congratulations ملك you are selected to the finalist. انا بقيت ماسكه اللي هو ايه، هو اللي انا شايفاه ده مظبوط ولا صح ولا في ايه بقى. رحت قمت اتوضيت ورحت جيت. ده كان فعلا مش حلم. رحت جيت قريت ملك اصحي يا ملك، انت اتقبلتي في تجر. عايزه اقول لك نطت من على السرير. وبعد كده في اورينتيشن في السفاره بصي بقى، لا ده احنا بقى يعني من اللحظه دي واحنا عايشين بقى ايه قصه من الورق. السفاره دي كانت قبل امتحاناتي اخر السنه بيوم. اوكي. اورينتيشن السفاره جه النهارده وهي عندها امتحان بكره العربي.
اول يوم في امتحانات ثالثه اعدادي يعني orientation الشهاده واحنا بقى من المنيا يعني 3 4 ساعات عبال ما رايح نوصل وجاي، اليوم ضاع خلاص. اليوم ضاع خلاص. ويا بالك تروحي قالت لي لا ما هو لازم اليوم اللي احنا قابلناكي فيه هناك. انا قابلتها هناك، الكاركتر اللي انا شايفاها بتاعت ملك دلوقتي غير الكاركتر اللي انا قابلتها في الاورينتيشن، ايوه لانه انا حاسه ان التجربه غيرت فيها، حاساها طبعا. بقت بولد اكتر بكتير. عايز تحكي لي ستيب باي ستيب التجربه دي عملت ايه فيكي؟ من اول المطار انتوا بتسافروا معاكم مرشد او بيبقى معاكم مشرفه، ايوه وبتسافروا انتوا ال3 بنات بالمشرفه بتاعتكم وبتقعد معاكم وبترجع معاكم، بالظبط. احنا بس ما ده مش بنسافرش بيكون في لوحدنا. كل المنح، ده بس عشان اه السن الصغير. اوكي، من اول ما حضرتي شنطتك احكي لي. احنا في الاول كنا بجد بنروح ونيجي طول الوقت عشان ورق وكده. فموضوع الورق ده كان متعب شويه، بس بعدين يعني خلاص بعد ما بتكملي ورقك كله بترتاحي كده وبتحسي ان انت خلاص الدنيا تمام يعني. بعدين قعدنا بقى نجهز الشنطه ونوزن واول مره تسافري بره مصر اول مره لوحدك؟ والموضوع انا كنت خايفه قوي من موضوع الشنط ده برضه بصراحه. انا الشنطتين بتوعي كان عادي يعني، بس انا كنت خايفه بقى من المطار والتفتيش والاجراءات وكده. بس كانت مطمناني فكره ان احنا معانا يعني مشرفه، ففي حد كبير معانا وبيسافروا يعني مش اول مره وكده، فعادي يعني هيبقى في حد معانا. وطول ما احنا قاعدين يعني لحد ما انا حاسه ان انا لحد ما حتى لما ركبت الطياره ما كنتش مصدقه لحد ما نزلت واشنطن ساعتها بقى انا حسيت ان هو ده بجد ده بجد دي حقيقه. الموضوع طلع حقيقي. فلما ركبت الطياره برضو كانت انا ركبت يعني طياره، كان اول مره اسافر انترناشونال يعني، وكان الطياره كانت طويله بس انا ما عرفتش انام يعني كنت متحمسه قوي فما عرفتش انام. وكنت مبسوطه ومتوتره برضو يعني، اللي هو انا يعني خايفه شويه والموضوع كبير، ويا ترى انا مثلا هبقى هعمل كل حاجه صح ولا لا، وممكن اغلط مثلا. بس بعدين اول ما وصلنا واول ما نزلنا واشنطن، ولما شفت بقى البنات التانيين اللي معايا في من تكرز دول وكده تانية؟ من دول تانية، انا نزلت واول ما شفتهم بجد كنت مبسوطه قوي لدرجه ان انا نسيت كل حاجه يعني، كنت مبسوطه خالص. وحسيت ان هم عشان هم موجودين هنا وهم عايشين معايا نفس الاكسبيرينس وكل هما حاجه. كلهم اول مره يسافروا، كلهم صغيرين، كلهم يعني كلنا نفس الحاجه بالظبط. فحسيت ان انا مش لوحدي، فلما حسيت ان انا مش لوحدي كنت حاسه ان انا هقدر اعمل كده يعني، ان انا معايا ناس شبهي وهيقدروا هيدعموني طول ما انا ماشيه في الرحله دي. بس فكنت مبسوطه. وبعدين قعدنا في واشنطن كام يوم عشان لحد ما كلنا نتجمع يعني. وبدات بقى اتعرف على البنات واسمع منهم مثلا حاجات عن دولهم، وكنت مبسوطه قوي وانا بسمع، عشان انا مش دايما يعني حتى بحس البرامج اللي هي بتبقى اونلاين مش بتقدري برضو ان انتي تتعاملي مع الناس زي ما انتي بتتعاملي معاهم في الحقيقة. يعني الطريقة اللي انتي بتتكلمي بيها مع حد في الحقيقة وبتسمعيه مثلا وبتتكلموا مع بعض بتبقى مختلفة وبيبقى فيها حياة أكتر، فانتي بتحسي انك بتقدري تفهمي الشخص ده. فأنا حبيت الموضوع أكتر. يعني أنا كنت في الجونيور أكاديمي وكنت أنا والفريق بتاعي كنا كلنا من دول مختلفة عادي، بس برضو ما حسيتش يعني بالفرق يعني غير لمّا سافرت بقى واتكلّمت مع ناس مثلًا وجرّبت إن أنا أشوف ناس من دول مختلفة وكده. اوكي، ده عشان في اهالي كتير قوي اللي هو عايز تعرفي على الاجانب شوفيهم اونلاين، آه. تتعاملي معاهم اونلاين ده كفايه بالنسبه لك. لا، هي مختلفه. مختلفة جدًا، جدًا، جدًا. يعني كمان الناس في الحقيقة باحس إن هُم بيعرفوا يعبّروا عن نَفْسهم بطريقة أحسن عشان بيقدروا يستخدموا مثلًا لغة الجسد مثلًا، وبتحسّي بنبرة صوتهم وكل حاجة فيهم عامةً بتبقى مختلفة وبيبقى فيها حياة أكتر. الكلاسز بقى، الدراسه اللي درستيها هناك عامله ازاي؟ الclasses كانوا هُم 10 أيام في فيرجينيا تك. أنا كنت بادرس في course اسمه rivers. كنا بندرس environmental engineering environmental وcivil engineering. 15 سنه. اوكي. أنا كنت مبسوطة أوي بالcourse لإن كانت حاجة جديدة تمامًا، يعني أول مرّة أجرّب حاجة زي كده، فكنت حرفيًا كل ثانية أنا باتعلّم حاجة جديدة. الprofessors الteacher assistants كلّهم معاكِ وكلّهم مهما سألتِ سؤال يعني ممكن تسألي حرفيًا أي سؤال وهتلاقيهم بيجاوبوكِ، وحتى لو هُم مثلًا مش عارفين أو مش متأكدين هيدوّروا معاكِ. بس أنا حبيت أوي فكرة إن هُم لأ، هُم بيشجعوكِ إن أنتِ تسألي أسئلة،
عايزين يسمعوكي مثلا ويسمعوا رأيك. ما حسيتش ان حد كان مثلا يعني مش مهتم او مش عايز مش يسمع. متعاون او حاجه. احكي لي بقى عن الفيلد تريبس، الزيارات والفسح. اوكي، هو احنا اغلب الفيلد تريبس اللي عملناها انت كانت رحتي ناسا؟ ده اول اه حاجه بجد. اوكي، انا عايزه تحكي لي من الاول بقى خالص. اول حاجه ناسا كانت بجد واحده من احلى الاكسبيرينسز اللي انا رحتها في حياتي، بالذات ان انا بحب يعني العلوم بتاعه الفضاء والفلك وكده. بس كنت مركزه اكتر في فكره البرمجه. بس لما رحت ناسا شفت ازاي كان في ناس مثلا ممكن بيدمجوا الاتنين مع بعض، يعني فكره البرمجه وحاجات بتاعه الفضاء مثلا وكده. وكمان كنا بنشوف هم مثلا بيشتغلوا على ايه دلوقتي وايه الحاجات اللي هم بيعملوها. وكان كذا حد من الناس بيقعد يكلمنا عن دورهم في التيم، وانه مش شرط تبقى حاجة ليها علاقة بالتكنولوجي تحديدا. عادي ممكن مثلا في ناس بتشتغل في حتى كان في فيديو اديتورز بيعملوا حاجات لناسا مثلا للأطفال عشان يفهموا الحاجات المعقدة مثلا اللي ناسا مثلا بيشتغلوا عليها، فهم بيحاولوا يشرحوها بطريقة مبسطة أكتر. فكانت حاجة ممتعة قوي. وكمان إن أنا ما تخيلتش أبدا إنه ممكن، يعني حاسة إن أي حد لما يفكر في ناسا، حتى أنا نفسي هيفكر إن هو يعني بيشتغلوا طول الوقت مثلا في معامل ودايما ضاغطين نفسهم وما فيش حد ممكن يشتغل معاهم غير لو عنده يعني خلفية في حاجة ليها علاقة بستام أو حاجة مثلا علمية قوي قوي. بس لما شفت إن هم لأ، عادي أنت ممكن تعمل حاجات مختلفة وحاجات مميزة كمان. يعني أنا ما فكرتش قبل كده إن هم واو، إن هم ممكن يبقى في حد بيقعد يعمل فيديو editing وكده. فكانت حاجة مميزة قوي بالنسبة لي، وشفت إنه قد إيه يعني في diversity كبيرة، وإن أنتي ممكن تشتغلي في حاجات كتيرة قوي ملهاش وحاجات. علاقه بالفضاء. أيوه. رحتي فين تاني؟ رحنا كمان state of department. وهناك شفنا كذا حد من الناس اللي شغالين هناك واللي بيشرفوا على tech girls وعلى programs تانية، وكانوا مبسوطين قوي بينا بجد. وكانوا بيقولوا لنا انه يعني احنا كلنا جينا هنا عن نتيجة عشان كل الشغل وكل الحاجات اللي احنا كنا بنعملها عشان نقدر نوصل ونتقابل هنا. انتوا ناس مميزه. اه اوكي. وكانوا لطاف قوي بجد، وحضرنا توكس هناك. كنا اتكلمنا كمان مع ناس شغالين في state of department في حاجات برضو مختلفة. مثلا كان في حد واحدة كانوا كمان كان في حاجة حلوة قوي ان كل أغلبية الناس اللي كنا بنتكلم معاهم كانوا بيكونوا بنات. اوكي. فدي كانت بتبقى حاجة inspiring قوي، لأن انتي بتشوفي بنات قريبين من سنك، يعني مثلا بيبقوا في العشرينات أو لسه مخلصين جامعة وكده. وبرضو زي ما قلت ان هم مش شرط يكونوا واخدين حاجة يعني الديجري بتاعتهم يبقى ليها علاقة بستم. عادي كنت شايفة ناس بيشتغلوا في state of department وكان مثلا الديجري بتاعتهم في international relations أو حاجة ليها علاقة بالحقوق مثلا كده يعني. فكانت برضو حاجة interesting قوي ان هو أنا بشوف ناس من كل الخلفيات، بس كلهم بيقدروا ان هم يعني يوصلوا بطريقة ما للنجاح اللي هم عايزينه. وبرضو دي حاجة علمتني ان النجاح يعني ملهوش وصف محدد، يعني ملهوش حاجة واحدة بس تقدر انك تقيس عليه. انه بالعكس مهما كان مجالك ومهما كان سنك او ايا كان اللي انت بتعمله، لا النجاح ده حاجة بتتغير قوي. وكمان مختلفة من شخص لشخص. بالظبط. اوكي. رحتوا اماكن تانية؟ رحنا وكنا بنشوف يعني اماكن اثريه كده في ناسا. سايت سينج. سايت اوكي. سينج ده كان يعني رحنا بالليل. بس رحنا الاول البيت الابيض، فدي كانت حاجه تحفه بصراحه، كانت انترستنج قوي. وشفنا ناس كتير هناك، يعني ما كناش احنا لوحدينا، لا كان في ناس كتير قوي جايه تتفرج برضو. كان في تماثيل كتير كنا بنشوفها طول ما احنا ماشيين. وكان في برضو يعني كان في ناس اللي هم بيقعدوا يعملوا استعراضات. في الشارع. ودي كانت حاجه برضو انترستنج، لان انا كنت بشوفها مثلا دايما على الأفلام. بس الاول مره اشوفها في الحقيقه بقى وكده. اوهايو. رحتي ولاية تانية؟ رحنا اوهايو. هي بتختلف من على حسب يعني الريجن، بس احنا يعني الشرق الاوسط وجنوب افريقيا وكده كنا رايحين اوهايو. رحنا هناك قعدنا 4 ايام بالظبط، بس بجد كانوا من احلى يعني احلى 4 ايام في حياتي. قعدنا مع هوست فاميلي، وانا كنت شايفه ان كتير قوي من صحابي كانوا متوترين على قعدتوا مع الموضوع هوست ده. فاميلي، عيلة أمريكية قعدتوا معاها في البيت؟ ايوه. واو. ودي كانت حاجه حلوه قوي، لان دي كانت من الفرص القليله، او يعني
يعني هي الفرصة تعتبر اللي بتخلّينا نعرف أكتر فعلًا عن الثقافة الأمريكية أكتر من فيرجينيا تك، لإن إحنا بنبقى طول الوقت مثلًا يعني مركّزين بتدرسي أكتر بس على هنا بقى الثقافة. بالضبط، اوكي. كنا في فيرجينيا تك مركّزين على الدراسة بس، وإحنا في أوهايو كنا بنhave fun عادي، وبنتعلّم منهم مثلًا ونشوف هُم بيفكّروا إزاي، وبيعيشوا حياتهم اليومية إزاي، يعني هُم حرفيًا ما بيعملوش أي حاجة، هُم بس بيعيشوا حياتهم. آمم طب انت ما خفتيش ان ده يأثر عليها بشكل من الاشكال، تاخد منهم اي حاجة عكس عاداتنا وتقاليدنا؟ لأ، هي الفكرة إن الprogram نفسه بيخلّيكِ تختاري المواصفات العيلة اللي أنتِ العيلة اللي هتقعدي هتروح لها. معاهم، اوكي. يعني يعني بيدخلوا في details كتيرة إن أنتِ إيه المواصفات، عايزة البيت مثلًا يكون فيه أولاد، لأ، مثلًا حيوانات. حيوانات أليفة أو لأ، في أي مثلًا شعائر دينية بتُقام خلال الفترة اللي هي تقعدها، فهُم يعني كانوا more details، فتحسّي إن هُم كان الموضوع safety أوي معاهم يعني. اوكي. كون إنها يعني تاخد، لأ، هو أصلًا الفكرة من الprogram نفسه إنها تروح عشان تشوف ثقافتهم عاملة إزاي، يعني يبقى في دمج، يعني مش إن هي يعني هتتأثّر بيهم، بس ناخد الجوانب الإيجابية اللي تتناسب معانا زي ما قُلت لك في الأول، وهي برضه تأثّر عليهم بثقافتنا إحنا، ما إحنا برضه مش صح. يعني إحنا لينا عاداتنا وتقاليدنا وعاداتنا اللي في بلادنا، يعني هو هتندمجي معاهم. صح. هتتأثّر بيهم، هتتأثّر بيهم، بس هتتأثّر في الجوانب اللي تليق بينا أو اللي تنفع مع عاداتنا وديننا. صح. صح. اوكي، عملتي ايه تاني غير الهوست فاميلي؟ برضه من ضمن ال4 أيام اللي إحنا يعني إحنا أول يومين بنقعدوا مع الhost family عادي، بعدين بنروح نعمل حاجة اسمها job shadowing، دي بنروح نشتغل فيها في يا إما startup يا إما شركة كبيرة عادي يعني، بس بنروح هناك بنشوف هُم بيشتغلوا إزاي ثقافة الشغل الأمريكية، يعني هُم الحاجات مثلًا التقاليد والعادات بتاعتهم في الشغل، وإزاي هُم بيشتغلوا مع بعض، أو لو في حاجات مثلًا حسيت برضه اكتشفت إن في حاجات كانت مميزة شوية، يعني كان أول مرّة أسمع عنها، يعني مثلًا وظائف يعني بيبقى عندنا job mentor، هو ده اللي بي أو هو أو هي يعني اللي بيقضّوا معانا كل الوقت، مثلًا بيشرحوا لنا عن الشركة بتاعتهم، بيودّونا الheadquarters بتاعتهم، أو يعني المقر بتاع اللي في الشركة. في أوهايو مثلًا. وبنروح مثلًا نشوف الشركة هُم بيعملوا إيه، بس بشكل بقى اللي هو behind the scenes أكتر، فبنشوف كل حاجة بطريقة مفصّلة، وكمان الحاجة اللي هو يعني كإنِّك أنتِ بتشتغلي هناك، بس أنتِ ما بتشتغليش يعني. فأنا كنت يعني باعمل job shadowing مع startup، واتعلمت كتير أوي عن الstartups، وإن يعني آآ إزاي ممكن حد يبدأ، وإن برضه كمان في مساعدات كتير أوي يعني هناك في أمريكا بيقدموها لأي حد عايز يبدأ startup، سواء مثلًا إرشاد أو فلوس أيًا يكن يعني، بس اكتشفت إن برضه ممكن ألاقي حاجة زي كده في مصر. أنا ما كانش عندي فكرة، حتى قُلت لهم قبل كده، يعني قُلت لهم إن أنا كنت فاكرة إن مثلًا لو حد عايز يبدأ يعمل حاجة، فغالبًا هيعمل كل حاجة لوحده، صح. بس اكتشفت إنه لأ، يعني طالما أنت بتدوّر على المساعدة أو كده، فغالبًا هتلاقيها في طريقك، يعني حتى لو مش من أول مرّة، بس مرّة ورا مرّة هندوّر فهنلاقي يعني، وهيبقى عندنا خبرة أحسن في إن إحنا ندوّر يعني، والحاجة اللي هي مناسبة أكتر لينا. اوكي، يعني انت اتعلمتي عن الانفايرمنتال انجينيرنج والسيفل انجينيرنج او الهندسه البيئيه والهندسه المدنيه، عن الستارت ابس، عن حاجات في الحكومه والسياسه، رحتي البيت الابيض ورحتي ناسا، وكل ده 15 سنه، ازاي التجربه دي غيرت فيكي؟ آه، يعني انت راجعه شخص مختلف، انا شايفه ملك مختلفه، ازاي؟ أنا حاسة إن الTagGirls يعني أكتر بعيدًا بقى عن الجزء الtechnical وكل الحاجات اللي إحنا عملناها، بس هي فعلًا غيّرت فيّا أنا كمَلَك، يعني غيّرت شخصيتي 180 درجة، بالذات في فكرة إن هو ما فيش حاجة مستحيلة، يعني أنا لحد زي ما كنت باقول لحد ما كنت في الطيارة كنت حاسة إن هو لأ، ده كل ده هزار مثلًا. بس بعد ما عِشت الexperience كلّها، حاسة إن أنا فهمت إنه طالما يعني أنا عايزة الحاجة، فأنا عادي أنا ممكن أعملها. أنا كنت يعني كنت باحس دايمًا إن هو لأ، مثلًا صعب إن أنا أتقبل في program، صعب إن أنا أدرس برّه، صعب كذا، 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 بس حاسة بعد ما اتقبلت في Tech Girls حسيت إن هو لأ، يعني طالما أنا باعمل اللي عليَّ وباحاول على قد ما أقدر إن أنا أكون يعني يعني wait. It's okay. يعني باحاول أعمل أحسن حاجة عندي عشان أحقق الهدف اللي أنا حاطاه لنفسي.
ففي الآخر الهدف ده هيتحقق بطريقةٍ أو بأخرى، يعني حتى لو مش بسرعة بس في وقت من الأوقات يعني الهدف ده هيتحقق. وكمان اتعلمت كتير أوي عن يعني إزاي أتعامل مع الناس وأسمع أكتر وأسأل أسئلة أحسن، يعني دي برضه حاجة أنا كنت باسأل أسئلة كتير هناك عشان أنا كنت فعلًا يعني كان عندي فضول كبير أوي أتعرّف على حاجات كتير، يعني كل حاجة هناك كانت مختلفة وكل حاجة جديدة. فدايمًا كنت باسأل أسئلة مثلًا، وحتى أصحاب يعني البنات الأمريكان اللي معانا كنت دايمًا باسألهم على حاجات لو أنا مش فاهماها مثلًا، أو لو في حاجات حاسة إن يعني أنا مش فاهمة طب هي ليه عندكم كده وعندنا إحنا مثلًا يعني إحنا عندنا حاجة مختلفة، صح، ليه عندكم أنتم الdebate كده؟ بتدخلي معاهم في حوار. بالضبط. وهُم كمان كانوا هي في حاجة حلوة أوي إن كلّهم بيحاولوا يسمعوكِ، وبيحاولوا يفهموا وجهة نظرِك، فدي برضه حاجة أنا اتعلمتها، إن أنا أسمع عشان أفهم بدل ما أسمع عشان أنا أرُد. أنتقد. أو أوكي، أنتقد. حلو أوي. فحاسة هي يعني أنا اتغيّرت في كل حاجة، بس أنا مبسوطة أوي يعني فخورة بالتغيُّر اللي حصل في شخصيتي أكتر من أي حاجة تاني، لإن أنا باحس فعلًا يعني ممكن تاخدي أي course online وبعدين يبقى عندِك الtechnical skills، بس باحس فكرة إن أنتِ شخصيتِك تتغيّر بالشكل ده في 3 أسابيع بس، فدي حاجة عظيمة يعني، حاجة أنا ما كنتش أتخيّل إنها كان ممكن يعني تحصل في وقت قصيّر، لإن أنا برضه كنت شايفة إنه يعني 3 أسابيع هيعملوا إيه؟ آه. أوكي، طب كل الحاجات دي أنتِ حاسة إن هي كان ممكن تعلّمها في السن ده من غير ما تاخد الexperience دي؟ لأ طبعًا. لأ طبعًا. مستحيل إنها كانت هتغيّر فيها يعني التغيير الجوهري دلوقتي لأ، ما كانش هيحصل، لإن أنا زي ما قُلت لِك هي لازم التجربة تعيشها بنفسها. صح. يعني ممكن نقعد نتكلم لازم تبقي منظمة، لازم تبقي عندِك تحمُّل مسؤولية، لازم كذا، لازم مهمًا تقولي هي هي هُم بيسمعوا كده بس مش زي ما تتحطّي في الموقف، عارفة لمّا تتحطّي جوّه الموقف أو جوّه التجربة نفسها، أنتِ هتشوفي نفسِك بتتصرّفي إزاي، وبعدين هي بتشوف ناس من نفس سِنّها، يعني هي مش رايحة مع ناس مثلًا لأ، ده هي ناس نفس سِنّها، نفس التفكير بتاعها، برضه ما لحقوش يعملوا حاجات كبيرة، يعني لإن هُم لسه صغيّرين، بس already إن هُم اتقبلوا في حاجة زي كده، خطوة بتجيب خطوة، بتجيب خطوة، فهُم يعني وهي ابتدت تعرف تفكّر صح، ابتدت تعمل طَب أنا أشوف مثلًا الحاجة دي بيتقدّم عليها إزاي، طب أنا مثلًا يعني في حاجات دلوقتي هي مثلًا تقول لي لأ، أنا مثلًا باحُط أولويات، طب يعني أنا في الأول كنت أنا باقول لها مثلًا مالك هنقدّم على كذا، تقول لي ماشي، دلوقتي مثلًا أقول لها مالك تقول لي لأ مثلًا ده في program مثلًا لأ ده أفضل من ده، أو فاقول لها بقيت خلاص أتشرّط كمان. لأ هي يعني هي ابتدت بقى تعرف يعني من تفهم. أصحابها ابتدت تعرف وتفهم، لأ ده في مثلًا مش أي حاجة نقدّم عليها وخلاص، لأ ده في حاجة مثلًا بتقولي لي دايمًا في حاجات selective يا ماما أنا لازم أقدّم عليها مثلًا ده يتقدّم قبل ده أو لأ خلاص يعني دي بقى حاجة أنتِ تفهمي فيها، أنا ما أعرفش فيها، بس أنا باحاول إن أنا أقول لِك مثلًا في opportunity في كذا أو في فرصة في كذا أو فلان مقدّم كذا، فشوفي تقولي لأ مثلًا، فابتدت تراجعني، اهم. يعني مش يعني بتراجعني اللي هو بقيت active لأ مثلًا ده أفضل من ده، أو اهم. مثلًا ده طب في حاجات هي بتقول لي عليها أنا ما بابقاش أيوه عارفة عنها حاجة خالص. فكرة إن كمان tech girls خلّتني أركّز أكتر على الحاجات اللي هي بتمشي مع الأهداف اللي أنا حاطاها مثلًا أو بقى عندِك الحاجات أهداف، آه. واو! شُفتِ بقى؟ آه. ومثلًا الحاجات اللي أنا عايزة أعملها بعدين، بدل ما أنا مثلًا أبقى بس عمّالة آخُد أو باعمل في حاجات بس من غير هدف، يعني أنا بس عمّالة آخُد في حاجات وأنا مش فاهمة أنا باعمل كده ليه، اللي هو بس عشان إن أنا أكون باعمل حاجة. ف بقيتِ يعني منظمة أكتر أو آه. عارفة يعني هي عارفة مثلًا علشان مثلًا أتقبل في جامعة كذا، لازم مثلًا أبقى جايبة score كذا في كذا، اهم. مثلًا لازم أكون واخدة الIELTS صح؟ يعني ده اللي تقصديه، مثلًا لازم أكون واخدة مثلًا الIELTS بدرجة كذا، عشان لو أنا عايزة جامعة كذا، طب أنا مثلًا عايزة أدرس في بلد كذا، فدي متطلباتها، فهي ابتدت بقى هي يعني الحتة دي بقى هي اللي ابتدت فيها تتعمق فيها أكتر. مع نفسها يعني أو بتقول لي مثلًا لأ إحنا هنعمل كذا يا ماما عشان خاطر أنا عايزة أقدّم مثلًا في المكان الفلاني، لأ ده في مثلًا program صحابي خدوه بس مش فابتدت إنها يعني زي ما قُلت لِك كده تفتّح الفُرَص قدّامها وهي بقت تعرف تختار، يعني إحنا إحنا already كنا ماشيين في الأول إن إحنا بنعمل اللي علينا، بس ماشيين زي ما بيقولوا كده ما عندناش هدف، أي حاجة تيجي قدّامنا بنعمل فيها، لكن هي دلوقتي بقت more accurate أدق أكتر في إنها تختار، إنها عايزة تعرف هي بقى بقت بتحدد مجالها، أنا مثلًا عايزة أدرس كذا، لأ أنا مثلًا مش حابة كده، أنا حابة إن أنا أبقى مثلًا ماشية في الtrack ده، طب أنا مثلًا حابة أدرس ألماني، لأ مثلًا حابة أدرس كذا، فبقت هي بقى خلاص بقى عندها العقلية أو يعني لمّا جربت فعرفت تختار، أو عرفت هي من نفسها تقول لي لأ مثلًا لو أنا شايفة إن ده صح تقول لي لأ مثلًا أنا هاقدّم على ده.
ده افضل منه. فبقت هي ده طبعا في سن زي ده هي حاجه ممتازه طبعا، انها تقدر تعرف تميز وتختار وتفلتر وتسال. يعني هي برضه ملك كانت الأول يعني لمّا تيجي مثلًا تسأل تبقى مثلًا مش عارفة تسأل اي مين حد في أو سنها ده طبيعي جدا. يعني بس فدلوقتي بقيتِ عارفة مثلًا ده مثلًا ملك حاتم ممكن تكون عندها معلومة عن الجزئية دي، دكتور عمرو مثلًا أيوه. ممكن يكون عنده برضه جزئية عن النقطة دي. takers بتخلّينا نبني أو حاسة أي program عامةً بيخلّيكِ تبني شبكة علاقات حلوة أوي. النتورك بتاعها. بالضبط، وكلّهم بيبقوا عندهم نفس الهدف بتاعِك، فهُم بيبقوا فاهمين أنتِ عايزة إيه، بيبقوا فاهمين هُم هيفيدوكِ إزاي، يعني أو بيحاولوا دايمًا يعملوا اللي عليهم. يعني بجد أنا أكتر مكان حسّيت إن أنا كنت supported فيه هو tech girls. يعني مهما عملت ومهما قُلت كل اللي هناك بيحاولوا يفهموكِ، ما حدّش مثلًا هييجي يحكم عليكِ ويستغرب مثلًا، لأ بالعكس، حتى لو أنتِ قُلتِ حاجة ممكن تبان إنها غريبة، يعني لو لحد تاني ممكن تبان إنها غريبة، بس بالعكس هُم بي بيحبّوا يسمعوا وجهة نظرِك، بيحبّوا يسمعوا أنتِ مثلًا بتفكّري كده ليه، أو أنتِ شايفة ليه كده أو مش كده. وبرضه الconnections دي بتخلّيكِ تحسّي إن أنتِ مش بعيدة، يعني مش بعيدة أوي عن أي حد في العالم. يعني أنا قبل كده مثلًا لمّا كنت أسمع عن أي دولة من الدول اللي أنا معايا صحاب دلوقتي فيها، كنت باحس إن هو ماشي خلاص بس. دولة موجودة على وجه الأرض وخلاص ما أعرفهاش. بالضبط، يعني خلاص ماشي هي موجودة. بس دلوقتي مثلًا ممكن أسمع اسم الدولة وأقول طيب أنا عندي مثلًا 3 صحاب هناك دلوقتي. وعارفة عنهم كذا كذا. واتعلمت مثلًا الدولة دي عندهم حاجة مميزة أوي، مثلًا الشوكولاتة بتاعتهم يعني كان عندنا برضه يوم كده اسمه الcultural barbecue، كلنا كنا بنيجي فيه وبنجيب مثلًا هدايا من البلد من بتاعة بلادنا، من بلادنا. وبنلبس لبس ثقافي مثلًا يعبّر عن بلدنا وكده. اتعلمت اليوم ده بجد حاجات كتيرة أوي، وكمان كان كل حد بيحب إن هو يتكلم عن بلده، فأنتِ كنتِ بتتعلمي مثلًا وتشوفي إن هُم مشهورين بإيه، وإيه الحاجات المميزة اللي عندهم اللي أنتِ ممكن ما كنتيش تعرفي إنها أصلًا يعني حاجة مميزة عنهم وكده. فدلوقتي أنا بيبقى عندي مثلًا خلفية على الأقل عن كل أو أغلبية الدول اللي كان معايا بنات منها هناك، فبقيت حاسة إن أنا يعني آآ connected أكتر للناس اللي في العالم، يعني مش حاسة إن أنا بس محصورة في مصر وفي القوقعة بتاعتي وكده. دماغِك فتّحت حاجات جديدة. حلو أوي. أنتِ مش متخيلة أنا فخورة بيكِ إزاي، ويعني شكرًا إن أنتم كنتم معانا النهارده. شكرًا ليكِ أنتِ والمجهود اللي بتعمليه بجد، أنتِ يعني ناس كتيرة إحنا أول ناس استفدنا منِّك. يا خبر! بجد والله أنا متابعة جيدة ليكِ ده شرف ليّا، والله بجد قبل شرف ملك، ليّا. فأنا متابعة جيد، ربنا يكرمِك كده ويوفقِك دايمًا. ميرسي وشكرًا إنكم ربنا كنتم معانا، يخليكِ. أنا متأكدة لا. إن ناس كتير جدًا استفادت من الinterview ده، أنا شخصيًا استفدت، يا حبيبتي. وأنا هاخلّي أختي تتفرّج على الinterview ده، وتأكدي إنه حقيقي، حقيقي يا ملك أنتِ مصدر إلهام لبنات كتير أوي في سنِّك، بنات كتير أوي ما بتفكّرش زيِّك أبدًا، قاعدين منغلقين على نفسهم. أنا أتمنى إن الinterview ده يكون سبب إن هم يطلعوا للعالم الخارجي ويعملوا حاجة جديدة، وأتمنى إن أي أم كان عندها مشكلة أو تخوّف إنها تساعد بنتها إنها تاخد الخطوة دي، تكون شافت حضرتك خير مثال حقيقي. ربنا يخليكِ. وربنا يخليكم لبعض. شكرًا ربنا يخليكِ يا ميرسي ملك، جدًا إنكم ربنا كنتم معانا يخليكِ. النهارده. إحنا اللي ميرسي ليكِ وشكرًا إنه تعبناكِ. لا ولا أي حاجة، إحنا اللي تعبناكم يعني لا، جايين لا. لنا مخصوص. ميرسي لا، لا، جدًا. ولا أي حاجة حبيبتي. أوكي، أشوفكم في الinterview الجاي.